ان شاء الله النهارده هنعمل بلح الشام بطريقه سهله جدا وبسيطه ومقرمش لغايه اخر واحده، وكمان هقولك على التسويه الصح ليه. اول حاجه هنجهزها هو الشربات او الشيره. عندي كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايه من الميه، يعني كميه السكر ضعف كميه الميه، وهضيف عليهم نص ليمونه، وكمان معلقه كبيره من عسل الجلوكوز بيديله لمعه حلوه قوي للشربات. هبدأ أجهز المواد الكافة. عندي كوبايتين من الدقيق، هضيف عليهم معلقتين كبار من سميد اللي هو سميد البسبوسة، وده اللي بيديله قرمشة حلوة قوي قوي، ما يخلوش يطرى معايا أبدا. وهضيف معلقة كبيرة من النشا، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. هبدأ أضيف كوبايتين من المية، ممكن تستخدمي هنا الكوبايات المعيارية اللي هتستخدميها في الدقيق استخدميها في المية. وهضيف نص كوباية من الزيت، وربع معلقة من الملح. انا مش هضيف سكر عشان السكر اثناء تحمير بلح الشام بيديله لون بسرعة، وانا مش عايزاه ياخد اللون الغامق معايا. وهقلبه كويس جدا مع بعض، واتأكد ان دي كده اختفى معايا، وكده اصبحت ان هي استوت معايا بالشكل ده. هاخدها وهنزل في طبق واسيبها تبرد تماما، ما اضيفش البيض عليها غير لما تكون بردت معايا تماما. أنا بستخدم بقى المضرب اليدوي او المضرب الكهربائي، اي حاجة اخفقي بيها كده. هبدأ انا عندي 3 بيضات، هنزل عليهم برشة من الفانيليا، وانزل ببيضة بيضة، واتأكد ان البيضة اختفت كده معايا. هبدأ انزل بالتانية بالشكل ده، وكده اصبحت معايا جاهزة. هاخدها واحطها في كيس الحلواني بقى كده، وده التاب اللي هستخدمها هنا في تشكيل بلح الشام. طبعا انا برفع ايدي فوق شوية كده، وابدا ان انا اقص كده بالمقص عشان ينزل معايا عمودي، ما اقربش شويه من الزيت عشان ما يمشي معايا زي حلزوني كده، لا ارفع ايدي شويه. طبعا انا عندي هنا الزيت بارد، ما لسه ما حطوش خالص على النار. هبدا ان انا اولع عليه النار واوطي النار شويه. في المرحله دي انا مش هستخدم ايدي خالص، واول ما يطفو معايا بالشكل دوت هبدا ان انا استخدم ايديا واقلبه واحده واحده، ولازم ايدي فيه باستمرار علشان ياخد لون واحد كله شبه بعض بالشكل ده. هفضل اقلب فيه لانه كمان بيعمل على قرمشته وتحميرته تكون حلوة قوي. هبدأ ان انا بقى هصفيه كويس جدا كده بالشكل ده كده من الزيت. طبعا انا عندي العسل جاهز بارد، وعندي المصفى اللي انا هصفي فيها بالشكل ده. هنزل في الشربات او الشيرة، هسيبه حوالي 5 دقايق فيه. طبعا انا في المرحلة دي انا اكون مطفية النار علشان اما اجي اشكل الجزء التاني والمجموعة التانية بيبقى برضو على البارد، وهكذا اخلص انزل في الشربات واطفي النار، عشان لو نزلته والنار حامية هيبدأ ان هو يكون قلبه ني من جوه ومش هيستوي معايا. خلي بالنا كويس جدا من الخطوات دي. انا هنا صفيته كويس جدا كده من العسل او الشيرة كده بالشكل ده. ولازم يكون الشربات يا جماعة تقيل، ما يكونش خفيف، علشان برضو يساعد معايا على القرمشة بتاعت البلح بالشكل دوت. هبدأ انزل برضو زي ما انا قلت لكم بجزء كده. ممكن بقى تشكلي بايديكي، انا عملت اول مرة بالمقص، ممكن بايديكي كده بصوابع ايديكي كده، بصي تنزل معاكي بكل سهولة. شايفين اهي كده بالشكل دوت، شايفين الزيت بارد، وهكذا هنكرر خطوات لغاية ما اوصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى الشكل واللون. طبعا الحجم اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، عايزه تصغري عن كده صغري، بس انا بفضل الحجم ده. هبدا ان انا افتح لكم واحده كده من النص. انا طبعا فتحت واحده كده وبدات ان انا احشيها، هوريها لكم دلوقتي معايا، بس هوريكم قلبه من جوه عامل ازاي. بصوا الشكل عامل ازاي، مفرغ ازاي، ده يدل على التسويه الصح ليه، والعجينه بتاعته صح تماما. بصوا القرمشه اظن واضحه جدا، النشا مع السميد روعه جدا في القرمشه.
وده الجزء اللي انا حشيته بكريم باستري. ممكن عندي كريم شانتيه او قشطه، اي حاجه ممكن تحشي بيها، وشويه مكسرات، انا عندي هنا لوز، اي حاجه. شايفين بقى الشكل عامل ازاي واللمعه بتاعه العسل؟ يعني حاجه جميله جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. جربوه هيعجبكم كويس جدا وحلو قوي قوي، وبالهنا والشفا.